السلام عليكم أعزائي المشاهدين. معكم إبراهيم الهادي ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم جبت لكم مراجعة لواحد المسلسل دار البوز في المغرب كامل. مسلسل اللي سمعنا عليه بزاف، تفرجت به الكبير والصغير. أنا كنهضر على الدم المشروق، ولكن واش بصح كيستاهل كل هاد الضجة ولا واش عنده شي حاجة جديدة يقدمها؟ خليكم معايا حتى للأخير وغادي نجاوبوا على كلشي. وإذا كنتي أول مرة هنا دير لايك وأبوني وخلي تعليقك تحت ويلا نبداو. القصة كدور على 3 خواتات رحمة وسعيدة وغيتا اللي كيرجعوا للدوار بعد ما توفات الأم ديالهم عايشة، المرأة الحديدية اللي كانت مسيطرة على الضيعة. ولكن مع الموت ديالها كتبدا الفوضى، الطمع كيدخل بيناتهم، كل وحدة كتبان على وجهها الحقيقي. كيبدا الصراع على الورث وعلى الفلوس وعلى السلطة. بصراحة القصة كتشدك في البداية، فيها تشويق وفيها دراما، وكل وحدة من الخواتات عندها شخصية مميزة. ولكن مع الوقت كنحسوا بالتكرار وبعض الأحداث كتبان مزروبة أو مكررة. بالنسبة للتمثيل رحمة كانت مفاجأة، التمثيل ديالها كان طبيعي وتعبيرات الوجه ديالها واقعية بزاف. أما سعيدة كانت شريرة بمعنى الكلمة، ولكن في بعض اللحظات كان الأداء ديالها زايد شوية. أما غيتا صراحة حسيتها هي الحلقة الضعيفة، ما وصلتليش الإحساس بحال خواتاتها. وبالنسبة للرجال كلهم كانوا مزيانين ما عدا قاسم اللي بدا مزيان بواحد الشخصية غامضة ولكن ما تطورش مزيان. من ناحية الإخراج تحية كبيرة للمخرج من هذا المنبع. التصوير كان احترافي، الزوايا، الإضاءة وحتى الجو العام ديال القرية عطاو واحد الإحساس حقيقي. والموسيقى التصويرية اللي كانت مزيونة بزاف خصوصا في المشاهد الدرامية. المسلسل كيعالج مواضيع مهمة بحال الطمع ما بين الخوت والظلم المرأة للمرأة والصراع بين الماضي والحاضر، ولكن في بعض الحلقات كانت كدور بلا فائدة وكتطيح في المبالغة. ماشي كلشي كان زوين، كاينين بعض العيوب بحال الحوارات الطويلة بلا داعي والإيقاع البطيء في النص، والنهاية اللي كانت مزروبة بزاف بعد ما ضيعوا 10 الحلقات في الخوا الخاوي. سدوا كلشي في دقة واحدة. في المجمل الدم المشروق هو واحد المسلسل اللي بدا قوي بشخصيات نسائية كيعرفوا يمثلوا والقصة فيها عمق، ولكن مع الوقت بدا كيعيا شوية. أنا كنقول إلا كنتي كتحب الدراما العائلية وهاد شوية يستاهل تعطيه فرصة. والتقييم ديالي له هو 6.5/10. وهذا كان رأيي ديالي الشخصي. قولوا لي في التعليقات شنو كان رأيكم في المسلسل، واش متفقين معايا ولا لا. وما تنساوش اللايك والابوني، ونتلاقاو في فيديو جديد مع مروكان سكرين.